صراحة فيما يتعلق بالعنوان فكان الهدف منه هو يثير الانتباه ديال القارئ. كذلك حتى الصورة صراحة معبرة، لأن صورة مدينة طنجة من الميناء، فيما يتعلق بالمحادثات السرية فأنا يعني استلهمت هذا العنوان من الكاتب البيروفي الكبير ماريو بارغاس جوسا اللي مؤخرا يعني توفي. فمن تماك جاني هذا، لأن عنده كتاب كذلك يتحدث عن محادثات، فأنا عملت محادثات سرية حول طنجة. هي صراحة ماشي سرية لأن هي علانية، لأن هي مجموعة من الحوارات كنت يعني أجريها مع كتاب، مع فنانين، مع شعراء إسبان. كنت انشرها في الجرائد وفي المواقع المحليه. وبعد ذلك يعني فكرت بان تكون يعني هذا هو العنوان يعني محادثات سريه حول طنجة. حتى ان يعني الناشر قال لي لا هذا عنوان يعني يشكل خطر وكذا، فمن الافضل ان تغير عوض محادثات سريه ان يكون محادثات ديسكريتا يعني. فقلت له هذا هو العنوان الذي اريد ان أنشره صراحة. فبالنسبة للقارئ الإسباني كان جذابا، كان عنوانا جذابا، كان حقيقي. جميع الحوارات وجميع الكتب، فأنا حاولت، لأن كانت هناك الكثير من المغاربة عملوا دراسات حول الكتب، فأنا حاولت نمشي أصحاب الكتب يعني المؤلفين وكذا ونجري معهم حوار مباشرة. لأن في النهاية حينما يعني تحلل رواية، الكاتب يقول لك لا، هذا أنا لم أقل هذا الكلام قاله مثلا شخصية محورية أو كذا، وأنا لا علاقة لي بها فقط، وهذا فقط عمل أدبي. وإنما حينما تذهب إلى الكاتب ترى يعني وجهة نظر أخرى بطبيعة الحال. بطبيعة الحال الأهمية ديال مدينة طنجة فقط ماشي. الكثير يتحدث خصوصا في إسبانيا عن طنجة الدولية، فأنا حاولت كذلك نتكلم على هذه الكتاب اللي كتبوا على طنجة واللي هما يعني ما زالوا أحياء بيننا، يعني يمشون ويأكلون. فلذلك الهدف كان هو يعني بأن فقط ليس فقط طنجة الدولية، ولكن الآن طنجة الحمد لله منذ يعني اعتلاء صاحب الجلالة محمد السعيد، فطنجة الآن كاين واحد التغير كبير جدا حول المدينة. لا صراحة الله ما كاينش نهائيا حساسية ولا خطر ولا لا بالعكس. فقط العنوان جذاب وعنوان أدبي يعني فقط. أما بالعكس أنا كنت كنعطي الحرية الكاملة للكتاب، ونأكد لك بأن ولا جملة واحدة يعني قمت بمسحها أو كذا. حتى يعني أجزم أقول بأن 99% يقول بأن طنجة مدينة أدبية، ولكن هناك كاتبة قالت لي لا، طنجة مثل كل الفضاءات العالمية وكذا، بأن ليست مدينة أدبية. ويعني احتفظت برأيها، وهذا هو أهمية الكتاب. أنا لم أتدخل في الكتاب أو كذا، فقط يعني تحدث عن أهمية مدينة طنجة في الآداب وكذا، بأن الكاتب فلاني قال كذا وبأن الشخصية كذا. ولكن أنا كرأيي فحاولت أن لا أكون، لأن ربما بالنسبة لنا كما قلت في اللقاء يعني ربما رواية قد تعجبني أنا وقد لا تعجب القارئ الآخر حسب، فهي مثل الألوان. ولكن أغلبية يعني أنا هناك مجيز من الكتاب، هناك كتاب إسبان وشعراء يعني ازدادوا في مدينة طنجة، وهناك كذلك من جاء وعاش في مدينة طنجة، وهناك من فقط كان سائحا وكتب عن مدينة طنجة. فحاولت أن تكون يعني نظرة شاملة، سواء من الذي ازداد هنا أو الذي فقط عاش لفترة وجيزة أو الذي يعني استمر يعني كان سائحا وكتب عن مدينة طنجة. لا صراحة بالنسبة لي كانت مفاجأة، ما كنتش كنتوقع، لأن كما قلت بأن الكتاب يعني قدم في أكثر من 11 مدينة إسبانية، وفي طنجة فقط في مدينة طنجة، وفي المغرب فقط في مدينة طنجة. صراحة فقط مؤسسة كانت هي بيت الصحافة. ومن بين حسن الحظ ديالي بأن ذاك التنظيم ديال اللقاء كان رائعا وكان بحضور، وبصراحة الله كتبت عنه. وكنشكر من هنا المنابر الإعلامية المحلية اللي عطاته واحد القيمة. فلذلك كنظن بأن هو تشجيع، صراحة هو تشجيع لي باش نستمر في هذا العمل هذا.